كانت سارة تبتسم أمام الكاميرا ابتسامة مثالية، زاوية مدروسة، إضاءة ناعمة. ثم بمجرد أن أغلق الهاتف اختفت الابتسامة كأنها لم تكن حقيقية من البداية. نظرت إلى الشاشة تنتظر إشعاراً، إعجاباً، تعليقاً، أي شيء يخبرها أنها موجودة. كانت سارة تملك جمالاً يلفت الأنظار، لكن داخلها كان كل شيء مختلف. قيمتها لم تكن في نفسها بل في عيون الآخرين. كل نظرة إعجاب كانت حياة، وكل تجاهل سقوطاً مؤلماً. في إحدى الأمسيات جلست مع صديقاتها أميرة في مقهى هادئ. ضحكات خفيفة، حديث عابر عن فيلم، ثم اختلفت سارة معها خلاف بسيط، لكن داخل سارة لم يكن بسيطاً أبداً. صوت خفي همس لها: هي لا تحبك، هي تغار منك. فجأة شعرت بأن الأرض تهتز تحتها فانفجرت. أنت لا تحتملين رؤيتي سعيدة. ساد الصمت. نظرت أميرة صديقة سارة لها نظرة لم تكن غاضبة بل متعبة، ثم رحلت. هذه المرة لم تعد. تكرر المشهد بوجوه مختلفة: صديقة تبتعد، زميل يمل، نظرات شفقة أو ضيق. وفي العمل حين انتقدها مديرها بلطف لم تسمع الكلمات، سمعت فقط: أنت لست كافية. فحولت الموقف إلى معركة، اتهامات، تصعيد، دراما. لكن الحقيقة كانت أوضح من أن تخفى، وخسرت عملها. في تلك الليلة جلست وحدها، لا صوت إلا ضوء الهاتف. فتحت صورها القديمة، ضحكات، أصدقاء، حياة. تأملت صورة لها وهي تضحك، ثم همست: فين كل دول؟ لم يجبها أحد. انهارت سارة، بكت، ليس لأن عدد المتابعين انخفض، بل لأن كل شيء كان يختفي. وفي لحظة ضعف وجدتها والدتها على الأرض. لم تسألها، لم تعاتبها، فقط احتضنتها. ولأول مرة لم تبتعد سارة. أمسكت والدتها بيديها بحزم وحنان وقالت: سارة، هذا يكفي. جمالك الحقيقي ليس في انعكاسك في عيون الناس، بل في النور الذي بداخلك. وهذا النور بدأ ينطفئ. بعد مقاومة طويلة وافقت سارة على الذهاب لطبيب نفسي. دخلت العيادة بخطوات مترددة وعيون ممتلئة بالخجل. كان هناك رجل يجلس بهدوء، الدكتور حكيم. استمع إليها دون مقاطعة، ثم قال بلطف: تخيلي إنه عندك كوب فاضي، وكل يوم بتحاولي تمليه من كلام الناس، بس الكوب فيه ثقب. سكت قليلاً: إحنا مش هنفضل نملاه، إحنا هنصلح الكوب نفسه. ثم أضاف: اللي بتمري بيه اسمه Histrionic Personality Disorder، وده معناه إنك بتدوري على قيمتك في الخارج، بس الحقيقة قيمتك لازم تيجي من جواكي. شرح لها خطوات العلاج بوضوح. أولاً، سنتعلم معاً كيف تتعرفين على هذه المشاعر الحادة وتفهمين مصدرها. ثانياً، سنعمل على بناء صورة ذاتية حقيقية وصحية نابعة من داخلك وليس من ردود أفعال الآخرين. ثالثاً، سندربك على طرق أكثر نضجاً للتعبير عن نفسك والتواصل مع من حولك. الرحلة طويلة وتتطلب شجاعة، لكنك لست وحدك. بدأت الرحلة. لم تكن سهلة. كانت هناك أيام تسقط فيها وأيام تعود لنفس الدائرة، لكن هذه المرة كانت واعية، تتوقف، تسأل نفسها: أنا حاسة بكده ليه؟ بدل ما تصرخ تتكلم، بدل ما تمثل تشعر. مرت شهور، لم تصبح مثالية. لا تزال أحياناً تمسك الهاتف أكثر من اللازم، ولا تزال تتأثر بكلام الآخرين. لكن لأول مرة منذ زمن طويل شعرت سارة بخيط رفيع من الأمل. كانت والدتها بجانبها في كل جلسة،
تشجعها وتذكرها بقوتها. بدأت سارة رحلة اكتشاف الذات. تعلمت أن تحب نفسها لعيوبها قبل مزاياها، وأن السعادة الحقيقية هي شعور داخلي هادئ وليست عرضاً مسرحياً صاخباً. لم تعد بحاجة إلى تصفيق الجمهور لتشعر بأنها على قيد الحياة، فقد وجدت أخيراً أعظم معجبيها، نفسها. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، علشان الحكاية الجاية ممكن تكون حكايتك انت.